بنت الهجين يا زينة. هذا عرض يؤكد أن تونس بخير، ثم هي تونس مربوطة بالطبع بحضرها لكن كذلك بماضيها، ورجعنا لأيام زمان وعدينا سهرة كاملة مع المرحوم علي الرياحي، وكما قلت قبيلة اليوم فن وغدا أمر. أنت جذورك موسيقية، ما أنا حسيت ما أنا وتفاعلت ما نشوف فيك متفاعل مع الحفلة. بالطبع متفاعل مع الفن التونسي العريق الأصيل، بالطبع باش نتفاعل معاه، لكن تفاعلت خاصة معاه الجو هذايا متاع الفرحة واستفتاح واستمتاع زاد. تحس تونس بخير معناها؟ والحمد لله والحمد لله. ربي يحميها. بالطبيعه لان الحياه فيها السياسه، فيها الفن، فيها الاقتصاد، ما فيهاش كان السياسه بركه. احنا فرحانين اليوم اللي تم افتتاح مهرجان قرطاج في المكان الاثري القديم اللي يبين اللي عندنا حضاره وعندنا تاريخ وعندنا جذور معناها ضاربه في القدم، واللي عندنا فن كبير ياسر. اللي البرمجه اليوم اعطتنا التنوع نتاعو والتعدد نتاعو، وخرجتنا برشا فنانين من الارشيف للاسف نسيناهم.
والحمد لله اليوم نتذكروهم، لانه هذا الكل هو اللي يعمل الهويه تاع الشعب. تحس الفنان لازم ياخذ بلاصته تو في الفن التونسي، لازم يرجع كما كان على مستوى الاشعاع نتاعو، على مستوى كل شيء. تحس اللي السياسه غيبته نوعا ما. السياسة غيبته صحيح، وجاء فترة أيضا الفن كان يعني تخرب، لأنه كان الفن الموجود كان الفن متاع ذوق العائلة فقط، وقت الفن المبدأ متاعه هو التعدد وهو الذوق الرفيع. للأسف حتى الذوق طاح وقت الدكتاتورية والاستبداد، فاليوم لازم الفنان يرجع ويستعيد موقعه، لأنه هو الضمير متاع الشعب، هو الضمير متاع الأمة. سيد الوزير، تحس الفنانين التوانسة كسبوا الرهان اليوم؟ مهرجان كرتاج كسب الرهان، الفن التونسي كسب الرهان، والفنانين التوانسه كسبوا الرهان. واحنا منذ البدايه راهنا على ان تكون حفله الافتتاح كما تعود مهرجان كرتاج، يكون بالموسيقى، بالفن التونسي، بالاغنيه التونسيه. وان شاء الله يا ربي هذا الاستفتاح به نفتتح مهرجاناتنا الكبرى، وان شاء الله يكون رهان على الاغنيه التونسيه، رهان ناجح بدون مزايدات وبدون يعني احيانا تاويلات. البقاء للأجدر، البقاء للأكفأ، البقاء للأمتع والذائق الرفيع. تحس الفنان التونسي تهضم جانب في الفترة الأخيرة، يعني تحس السياسة ضغط عليه، تحس اليوم ثم عود أمل زعما نجم يرجع كما كان؟ الفن التونسي إن شاء الله ربما بعد أكثر من سنة ونص من الجذب السياسي، من التوتر، من التوانسة حسوا أنهم يحتاجوا إلى تنفيسة كبيرة وفرحة كبيرة وأغنية كبيرة. وأعتقد أنه اليوم مؤشر كبير ياسر على أنه التونسي ما نجم يكون إلا عاشق للحياة، ومن يعشق الفن يعشق الحياة. السهرة هذه سيد الوزير ما تحساش اللي مركبة برشا، يعني فيها زخم كبير اللي ظلموا أسماء على حساب أسماء أخرى؟ مش كان من الأجدر سامحني يكون تقسيمها إلى نجم يكون معناها؟ والله ما دخلتش، يعني أنا وزير متهم أني لا أنت كمواطن عادي. أنا أعتقد أنه المهرجان اليوم حاول أن يشتغل على مدونة علي الرياحي بشكل كبير ياسر. احنا عندنا مدونه ثريه جدا، لو كان مثلا يوسف التميمي كان بالامكان ان نشتغل عليه، الهادي جويني، الصادق ثريا، اسماء كبيره ياسر. ولكن ربما تعرف حافظ انه هذا يتزامن مع المئويه، فربما ارادت المجموعه واساسا النقابه ان تكرم علي الرياحي، وفيه تكرم الأغنية التونسية. لا أحد يذكر أنه في الثلاثينات كان مؤسس وقد غرد خارج السرب في بداية الثلاثينات، ولكن تبين أنه هذا التغريد بالفعل كان مؤسسا للأغنية التونسية. شو اللي تبقى في ذاكرتك من السبيكتاكل، من العرض هذا؟ والله بقى في ذاكرتي انتشاء السياسيين اللي كانوا قبل عموس قمطريرة، هكا ما دونك سي مصطفى انتشى وتمايل. شفت ايضا سي محمد نفس الشيء. وربما الشيء ايضا ملفت للانتباه، فما مواطن تونسي غادي رفع محلاها تونس، بدني قشعر وقت شفت محلاها تونس، محلى بلادنا، احنا نحب ربما ركزت عليها بعض القنوات، ما شفتها كانت لافتة معبرة جدا. ايضا مش تبقى لي في ذاكرتي الانسجام الكبير في بعض الاغاني اللي تحول فيها الجمهور وكانه هو بيدو الفرقه اللي تعزف في زفاف.
بالنسبة للمواهب الجديدة اللي صاعدة على مسرح قرطاج لأول مرة، والتناغم بين الموهبة والخبرة اللي ظهر بشكل رائع جدا على المسرح الليلة، كيفاش راهنتوا؟ كيفاش تم اختيار المواهب هذيك بالتحديد؟ علاش ما كانتش أسماء أخرى؟ والله هو رضاء الجميع غاية لا تدرك، يعني إذا باش نرضي ولادنا الكل ما شاء الله عليهم، يعني تحب لنا سهرة ما شاء الله إلى ما بعد الصبح، فهمني. دونك وقعت اون بتيت سيليكسيون هكا باش خلينا يمكن خذينا بالعمر، يعني الأصغر فيهم سنا وما شاء الله يعني كلهم يتمتعوا بأصوات طيبة والكل. ان شاء الله المناسبات الجايه اكيد باش ثم يعني اسماء اخرى باش تلقى حظها وباش تلقى، ومش كان احنا يعني العمل نتاعنا مش كان على المسارح فقط، يعني السند هذا كان ولا زال وسيكون خارج المسرح، يعني لطفي بوشناق زياد يعني الاستديوهات نتاعهم محلوله على ذمتهم على مستوى الرحان، كل هذا كل كما قلت لك ان شاء الله نكونوا خير سند لبعضنا، هذاك اهم. يا نعيم الله في الدنيا بلادي، وثر الخضراء جنات العلا، لو لحافي الجو والترب وسادي، قلت طاب العيش والدهر حلا، قد شربت الحب منها جدولا، ورشفت النور منها منهلا، أهي الشمس نعم، لكن بلادي فوق هام الشمس طابت منزلا، أهي البدر هي البدر نعم، لكن بلادي تبعث النور وتحيي الأمل، لست أرضى عن بلادي حولا، لست أرضى من بلادي بدلا، إن لم تكن لك يا ربوع بلادي فلمن تكون روائع الإنشاد، إن لم تكن لك يا ربوع بلادي فلمن تكون روائع الإنشاد، ولمن تغني الصادحات بوكرها، ولمن تميس سنابل الحصاد، خضراء يا نبع الجمال وفرعه، إن يسألوه يقل بها ميلادي، أسرجت قنديلي بضوء صباحها، وفتحت شباكي على الآباد، قم يا سليل العز والأمجاد، واهتف بروح العالمين ونادي، الكون كون محبة وتسامح، من قال كون تصادم وجلاد، إن المحبة في الحياة شريعتي. الذكرى أولا هي مناسبة، أولا الذكرى هذه أولا الحفلة تصير يفتح قرطاج بابه، مسرح باب قرطاج يفتح بعد عامين من الثورة، ويفتح لحفل تونسي فيه جمع ما شاء الله من المطربين والمطربات، وغنينا تراثنا، ثبتنا الهوية متاعنا، مش خاطر ما عندناش برنامج، عندنا برشا برنامج، لكن التفادي هذاك مش غنايت والاخر مش غنايت، حبينا نعملوا شوية وصلة ملوف، وعملنا تحية لهذا الفنان الكبير علي الرياحي، اللي أنا أول واحد في تونس طلعت وعملت حفلة وحدي في قرطاج عام 79، واللي غنيت شاغلة باني، وغنيت زينة بنت الهشير. الذكريات هذه اليوم رجعت لي توا 30 سنة التالي ولا 35 سنة، حلوة برشا ما شاء الله. ما بين الأصوات الواعدة اللي صعدت اليوم على مسرح قرطاج الدولي، شكون اللي نجم يقول عليه لطفي بوشناق هذا هو اللي باش يطلع لنا؟ الكلهم ما زالوا في خطواتهم الأولى، ما نستعجلوش، لازمهم يضعوا استراتيجية نتاع عمل، ويختاروا كلماتهم، يختاروا النهج اللي باش ياخذوه، والستيل اللي باش يغنيوه، والكلمة اللي باش يغنيوها، والخدمة والعمل والكد والجد، ويمدوا يديهم للي باش يضيف لهم، واللي باش يضيفوا زاد يحس بروحه باش يضيف، يمد يده من غير ما، بدون بروتوكول وبدون فن ما فيهش كبير، الناس كنا نتعلموا بعضنا ونتكاملوا مع بعضنا. وبالنسبة للتكريم اللي تلقيته اليوم؟ والله لا في بالي به، ان شاء الله نكون في حجمه. احنا فكرنا في الاخوان سدتنا اللي تعلمنا عليهم، وما زلنا نتعلم عليهم، ونتمنى لهم الصحة والعافية وحسن الخاتمة، وان شاء الله مزيد من العطاء، ان شاء الله نكون في حجم هالتكريم زاد. كلمة لجمهورك؟ العمل ثم العمل ثم العمل. بالنسبة للتكريم اللي صار في آخر الحفل، تكريم بالنسبة للأسماء التونسية معناها،
شنو تنجم تقول لنا عليه؟ والله التكريم كما قلت لك هذوما ناس ان شاء الله ربي يعطيهم الصحه والعافيه وربي يعطيهم طويله العمر. ناس صنعوا ربيع الاغنيه التونسيه ولا زالوا فهمني، ناس تربينا عليهم يعني من منذ نعومه الاظافر سمعناهم، تربينا على موسيقتهم، تعلمنا عليهم برشا اشياء. فلا بد من لفته كريمه فهمني. احنا نقولوا يعني مقصرين في حقهم، بالحق مقصرين في حقهم. يعني الحمد لله النوايا كانت طيبه باش تلم الشمل. بالنسبه اللي ما جاوش ان شاء الله المنع يكون خير، واللي مريض ان شاء الله ربي يفرج عليه، خاصه السيده نعمه. وان شاء الله الجاي خير. والله بادره طيبه وطيبه جدا، ونشكر القائمين عليها وهذا ترابط اجيال باهي، حاجه ممتازه في ذكرى متاع فنان كبير اللي هو الفنان علي الرياحي. وان شاء الله تدوم هي اللمه متاع الشمل متاع الفنانين الكبار القدم معناها وجدت والجيل الجديد. اول رهان ساعه نحبوا نترحموا على روح المرحوم علي الرياحي اللي باغانيه هو تاثت اليوم سهره معناها، وذي أكبر بصمة للفنان بعد رحيله، أنه الأجيال اللي جاية اللي بعد معناها تنجم باش تغني له، باش تكون حريصة، باش تتقن وتكون في مستوى القيمة الفنية متاع الإنتاج. الرهان هذيا معناها في جانبين، أنه ساعة لمت المطربين التونسيين اللي مشكورين جدا، وذي الإحساس بالواجب وبالمسؤولية الوطنية اللي تلموا وتلمينا وحفظنا وتوفقنا وصفات القلوب وتعرفنا على بعضنا، خاطر فما كنا قبل بعاد على بعضنا، نعرفوا بعضنا كان في التلفزة ولا في حفلات خاصة ولا في معناها ما كانتش فما صداقة. تكونت الصداقة ثم تكونت اللحمة وتخلقت الطمأنينة ما بين الفنانين، هذيك اللي كان حافز باش بدينا نبنيو فيها الحفلة هذه. بعد كي حضرت الأسس دخلنا في الإخراج يعني الموسيقي والإخراج الفني، وتقدمت الحفلة وإن شاء الله تكون كسبنا الرهان، لأنه الفنان التونسي مهما كان التكاليف هو أحسن من يمثل العصر متاعه في بلاده، وأحسن ما يكون في بلاده. نموت ويحيا الوطن، لتجوي السماوات في رعدها، لترمي الصواعق نيرانها، إلى عز تونس إلى مجدها، رجال البلاد وشبانها، فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها. نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام. حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد الزمن، فقد صرخت في عروقنا الدماء. نموت ويحيا الوطن، إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن